حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الكاليماري. هنعمل وصفتين للكاليماري، كل وصفة اجمد من التانية. هنعمل كاليماري مقلي، وبجد كان طعمه في غاية الروعة زي ما انتوا شايفينه، ولونه وجمدانه. وكمان هنعمل طاجن الكاليماري في الفرن ده حكاية. تعالوا بقى قبل ما اقول لكم وصفة النهارده كانت ازاي، عايزه احكي لكم على الكاليماري الجامد ده. انا جبته منين وكان جاي شكله عامل ازاي؟ جايباه من جروب اسمه موتزاريلا ونوتيلا. بجد كان جاي طازه ومغسول، انا بس ما الا ان انا شطفته، وبجد ما كانش مستاهل ان انا اشطفه اصلا. الجروب ده مش بس بيبيع كاليماري، ده بيبيع حاجات تانية كتير واسعاره حلوة جدا. ادخلوا واتفرجوا. مامة تالي هي صاحبة الجروب ده. بجد اتفرجوا، يعني هتختاروا حاجات كتير من عندها، وهتحتاروا من كنتوا تشتروا ايه. تعالوا بقى لما نشوف التتبيلة هتبقى عبارة عن ايه. عندي راسين من التوم، وربطة كرفس، وجزرتين كبار، ومعلقتين كبار مستردة، وعصير 3 ليمونات. هننزل بالكلام ده كله في الكبة بتاعتنا. نزلت بالثوم والكرفس والجزر وعصير الليمون، وبعد كده ننزل بالمعلقتين الكبار من المستردة. عايزه اقول لكم ان المستردة دي بتخلي طعم السمك والكاليماري والحاجات دي كلها بجد بتخليها تحفة. وبعد كده بنزل بمعلقتين كبار من هريسة الشطة او هريسة الفلفل. وبعد كده البهارات هتبقى عبارة عن ملح، ونظبط الملح كويس، وكزبرة ناشفة، وكمون. بس هي دي البهارات كلها، ما تكتريش بهارات. وبعد كده ننزل معلقتين كبار كده من الزيت، وبعد كده نضرب الكلام ده كله وننعمه. وعايزه اقولك التتبيله دي مش هتستخدميها بس في السمك، لا ده ممكن تستخدميها في حاجات تانية كتير. زي ايه؟ زي انك انت تجيبي اللي هو البتنجان العروس، وتقليه وتفتحيه زي السندوتش كده وتحشيه من الخلطه دي. يا سلام! او ممكن كمان تعملي الطماطم المخلله بالتتبيله دي، بجد تحفه. يعني كتري من التتبيله دي وحطيها في الفريزر عندك في برطمان كده نظيفه. عايزه اقولك بجد مش هتستغني عنها من كتر جمالها وطعمها الحلو. بعد كده بعد ما جهزنا التتبيله، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. لازم انزل كل حته، يعني عايزه اقول لكم ده كنز. ودي كده التتبيله بتاعتنا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هجيب الكاليماري الاول الهقلي، يعني اللي هعمله طاجن هركنه على جنب كده، وهجيب الكاليماري الهقلي، وهنزل بمعلقتين كبار كده من التتبيله الجامده دي على الكاليماري، وبايديا كده اقلب الكلام ده كله مع بعض. وبعد ما تبلتهم كويس هسيبهم على الجنب لغاية ما ياخدوا من طعم بعض كده، لغاية ما اجهز الطاجن. الاول بجيب بصلتين وسط، بقطعهم جوانح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يدوب بس بصلتين وسط. وبعد كده بجيب الفلفل واقطعه برضو جوانح. ده فلفل رومي على فلفل حامي، عندك فلفل الوان حطي طبعا، هيبقى جامد طبعا. والفلفل الحامي لو انت ما بتحبيش الحاجه الحاميه استغني عنه طبعا. بعد كده يلا نجهز عصير الطماطم. معايا 4 طماطميات، هنزل بيهم كده في الشفشق بتاع الخلاط، مع معلقتين كبار من الصلصه. وكانت هنا علبه الصلصه خلصت، فهزودها يدوب نصها بس ميه. انا عايزه عصير الطماطم يبقى تقيل معايا، ما يبقاش خفيف. وهنضرب الكلام ده كله مع بعض. يلا بقى نشوف هنعمل ايه الطاجن ازاي. هجيب بقى طاسة على النار، وهنزل فيها بشوية زيت. بعد كده هجيب من التتبيلة اللي انا جهزتها معاكم من شوية، وهجيب معلقتين كبار كده وهنزل بيهم في الزيت، ونشوحهم في الزيت لغاية ما ريحتهم تبدأ تظهر. يعني يدوب ياخدوا لهم تقلبتين كده في الزيت. واول ما الريحة تبدأ تظهر والشقشقة اللي انتوا شايفينها دي كده، يلا بقى ننزل بالكاليماري علشان خاطر ياخد من طعم التتبيلة الجامدة دي، واشوح الكلام ده كله مع بعض. عايزه اقول لكم هتاخدوا طاجن كاليماري بجد حكايه، وهعملوه وهتدعولي. هنا حبيت ان انا حسيت ان هو محتاج شويه تتبيله، فهزود بس يدوب نص معلقه كمان، او ربع معلقه، لا نص معلقه، واشوحهم كويس. بعد كده هنبدا ننزل بالخضار اللي جهزناه مع بعض. الاول هننزل بالبصل، وابدا اقلب البصل مع الكاليماري.
بعد كده هننزل بالفلفل، وبرضو نقلب الكلام ده كله مع بعض. وعايزه اقول لكم في المرحله دي انا او في الوقت ده انا طاجن اللي هعمل فيه الكاليماري حطاه في الفرن ومولعه عليه الفرن علشان انا عايزاه يبقى سخن جدا. وبعد ما قلبت الكلام ده كله مع بعض هجيب كده شويه بقدونس وهنزل بيهم على الكاليماري. وبعد كده يلا بقى ننزل بالعصير الطماطم اللي عملناه مع بعض. وبعد كده نظبط البهارات، هنزل برشة بسيطة من السكر، وبعد كده كمون وكزبرة ناشفة وملح، هي نفس البهارات اللي انا حطاها في التتبيلة. زي ما بقول لكم انا ما بستخدمش اي نوع تاني من البهارات، هي دي بس البهارات بتاعة الاسماك. وبعد ما يغلوا مع بعض على النار بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ويتسبكوا كده حاجة بسيطة، هننزل بالكلام الجامد ده في الطاجن. بعد ما غلوا بالشكل ده، شايفين المنظر؟ عايزه اقول لكم ان الريحه بجد كانت جامده. يلا بقى ننزل بالكلام ده كله في الطاجن. بصوا علشان الطاجن سخن جدا، شايفين المنظر لما بينزل الكاليماري في الطاجن بيحصل ايه؟ هو ده الكلام. بعد ما نزلنا بالكاليماري كله في الطاجن كده، يلا بقى ناخد الطاجن الجامد ده على فين؟ طبعا على الفرن. يلا بقى نحضر الكفر اللي هنعمل فيه او اللي هنغطي بيه الكاليماري اللي هنقليه. بجيب كوباية كده من الدقيق، بنزل بمعلقة من التتبيلة اللي عملناها مع بعض، ورشة كمون على رشة كزبرة ناشفة وملح ورشة بسيطة من الكاري ورشة بسيطة من الكركم، ويدوب شعراية بسيطة خالص من البيكنج باودر. وبعد كده هقلب الكلام ده كله مع بعض بالمية، هعجن يعني الكلام ده كله بالمية. وعايزة القوام بتاع الخليط ده يكون ولا هو خفيف ولا هو تقيل، يعني كده ما بين، يعني يكون وسط. يعني هتشوفوا دلوقتي القوام كويس. اهو بصوا ده القوام. هجيب دلوقتي معلقة واوريكم القوام المظبوط ازاي. بالظبط كده، هو ده القوام المظبوط. يلا بقى نجيب طاسة على النار نحط فيها زيت، واول ما بيسخن خالص بعد بجيب الكاليماري وانزل فيه او انزل بيه في الخليط اللي حضرناه، وبعد كده ننزل بيه في الزيت. ومش هاجي جنب الكاليماري ولا اقلب فيه غير لما ياخد لون. واول ما يبدأ ياخد لون بالشكل ده نبدأ نقلبه على الناحية التانية. وبعد ما يحمر كده وياخد اللون الحلو الجامد ده نبدأ نطلعه على مصفى علشان يصفي اي زيت زيادة. وبعد كده انا هكمل باقي الكمية. وده شكل الكاليماري بعد ما قليناه، بجد كان طعمه تحفة. وده الطاجن الجامد ده بجد طاجن عظمة. عايزة اقول لكم ان وصفتين بجد سهلين جدا، مش هياخدوا منك ولا وقت ولا مجهود، والطعم في غاية الروعة. شايفين لون الكاليماري؟ ويا سلام كمان لو اسمعكم القرمشة بتاعته، بجد كان طعمه تحفة. وشايفينه من جوه مستوي ازاي، بجد تحفة. وعايزة اقول لكم برضو لما الكاليماري بيكون طازة بيديكم نتيجة حلوة. وادخلوا على الجروب اللي انا قلت لكم عليه، بجد هتلاقوا فيه حاجات حلوة كتير. وده الكاليماري قدموه مع رز صيادية، مع رز ابيض، رز بالشعرية، افكارك بقى واعملي اللي انتي حباه. بجد كان طعمه في غاية الروعة. والطاجن ده انا ما كنتش متوقعه ان هو هيطلع بالشكل ده او بالطعم الجامد ده. بجد جربوا الوصفة دي وانتوا هتدعولي. ودي كانت وصفة النهاردة او كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم اعملوا لي بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفولو لصفحة الفيسبوك. يلا بقى، باي باي.